كلنا بنبقى محتارين نشرب ايه. كل يوم نشرب ايه؟ طب نشرب شاي؟ لا نشرب نسكافيه، نشرب قهوة، كاكاو، يعني كلها حاجات بتبقى معدودة على صوابع الايد الواحدة. شاي الكرك يا جماعة جميل جدا، جربوه بنكهات مختلفة على حسب ذوقكم طبعا. في ناس بتحبه بالحبهان، في ناس بتحبه بالقرفة، في ناس بتحبه بالقرنفل، على حسب الذوق، او في ناس بتحبه بالكوكتيل. الأطعمة دي كلها على حسب ذوقكم، جربوه. بيبقى غالي جدا في الكافيهات، وهو ممكن نعمله في البيت بمنتهى السهولة. هنجيب معلقتين من السكر ونحطهم في حلة على النار ونبتدي نكرملهم. اول ما السكر بيبتدي يتكرمل كده نستنى لما يسيح خالص ويبتدي يتكرمل. بنضيف عليه هنا بنضيف النكهات بقى اللي احنا عايزينها. هنا ضفت حبهان وقرفه، ممكن تضيفوا قرنفل، او ممكن في ناس بتضيف كمان كام حبايه كده من الفلفل الاسود. ما تستغربوهوش، بس بيدي طعم حلو قوي على حسب الذوق. كل ده بنضيف كوبايه كبيره من الميه. اول ما بنضيف كوبايه الميه بنلاقي يعني زي جامد كده من تحت، ما تقلقوش شويه وبيسيح. بنضيف نص معلقه كبيره من الشاي. انا هكتب لكم كل المقادير دي في الاخر، هكتب لكم كل المقادير وتعمل قد ايه. وهنا كوبايه لبن كبيره بنضيفها، لبن حليب كامل الدسم، بيدي طعم طبعا تحفه جدا. وبنقلب وبنسيبها على النار. بصوا من حوالي ربع ساعه ل 22 دقيقه تقريبا، على حسب اللون اللي انتوا بتحبوه. في ناس بيحبوه فاتح، في ناس بيحبوه غامق قوي، في ناس بيحبوه، انا بحبه لونه يعني عامل زي شاي بلبن كده عادي، يعني ما بحبوش غامق قوي. فبسيبه ربع ساعه عشان بصوا اوصل للون دهوت كده. خلاص هو كده تمام اتعمل. بصفيه وبقدمه. بجد يا جماعه تحفه جدا جدا، وبتعملوه بالنكهه اللي انتوا عايزينها. انا مره شربته كان بالقرنفل قوي جدا، فيه ما عجبنيش فما بحطوش قرنفل. انتوا لو تحبوا قرنفل حطوله، او زي ما قلت لكم فلفل اسود. ما تستغربوش، هو بيدي بس بسيط قوي، يعني حبيتين بس مش اكتر من كده. ويا جماعه جربوه ان شاء الله. يعني لو المحتوى اللي انا بقدمه يعجبكم، تبقوا تعملوا لي اشتراك وفضلا يعني وليس امرا، وشير بقى ولايك، وبون ابيتي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.